هلا بده يعذرنا دولة الرئيس سلام بعد كل هذا السجال والتسريبات والفضائح والكارثة التي تكشفت بالأمس في موضوع أبو عمر والسياسيين والتسابق على دفع المال له حتى يزكيهم مع الإدارة السعودية، وتبين أن كل ذلك هراء بهراء وخداع بخداع وعملية نصب موصوفة ومنظمة ومتقنة. نعم، لأنه يعرف ذهنيات أولئك السياسيين وثقافتهم الوطنية. أولئك كما ذكرت وأذكر دائما أنهم ينتمون إلى كل العالم ما عدا لبنان، بمعنى أنهم مرتزقة يرتزقون على الأزمات ويقدمون أنفسهم للعالم كأدوات جاهزة لخدمة مصالحهم ومشاريعهم وأطماعهم في لبنان. هلأ في المحصلة هون بدك تعذرنا دولة الرئيس، إذا كان فعلا من زكاك ومن دعمك بسيناريو خداع وقدر فعلا انه انا ما عم بستوعب اذا قدر فعلا انه يفرضك في المعادلة اللبنانية وتكون انت في اللحظات الاخيرة الاسم المقرر بذريعة انك متوافق عليك عربيا ودوليا. هي كارثة، هي كارثة، يعني سقطت المشروعية وسقطت حتى بسقوط مشروعية الجهة المتبنية. لذلك كل تلك المقررات في تلك المرحلة منذ بدء العدوان على لبنان حتى اليوم أصبحت قيد المساءلة. أولا قرار الحرب والسلم بيد من؟ بيدك أم بيد أبو عمر؟ طيب راح أبو عمر، وين صرنا نحن هلا؟ يعني فتنا بحالة فراغ وبحالة ضياع وبحالة من عدم الاطمئنان والأمان. فأرجوك يا دولة الرئيس، علينا أن نعيد حساباتنا في كل هذه الحالة التي تشكلها وتمثلها حضرتك. وبدنا نفهم يعني نحن أين وأمام من، ومن الذي يدعم ومن الذي يغطي رئاسة الحكومة، وهل كل تلك المقررات وكل تلك الحماية السياسية وكل الدبلوماسية وكل الجهود وكل المفاوضات نقطة الارتكاز فيها أبو عمر؟ بدنا نفهم يا دولة الرئيس. لبنان اليوم على شفير الهاوية، فلا يمكن المجازفة فيه به بعد، خاصة بعد سقوط أبو عمر. فخلينا نحن وياك نفهم ونتعاون لإيجاد بديل بدون غطاء سياسي عربي في مشكلة. وأبو عمر راح، مش ممكن يروح لبنان مع أبو عمر يعني.